هذه التهنئة مقدمة من حميد قاسم علي العواضي وأولاده، وهم فيصل حميد العواضي وأبو عباس العواضي والرعاشي حميد العواضي، إلى العرسان الغاليان إبراهيم العواضي وعبد الرحمن العواضي. كتبها أبو علاء ومحمد حمود. حميد قاسم علي وأولاده الآن يهنوا عبر قناة السعيدة لإبراهيم صنوه عبد الرحمن بهذا العرس والليلة المجيدة، وقال فيصل حميد يا أبو علي حان بأن تنضم لفرحتنا قصيدة، وقل فيصل يبارك خير عرسان ودام إنه معزتهم أكيدة، بوسط القلب داخل كل شريان مودة ساكنة داخل وريدة، لكم أهدى الرعاشي عطر ريحان وباقة ورد وصلها بإيده، وتحية من أبو عباس ألوان وأهدى تهنئة روعة سديدة سمعها المستمع في كل ميدان، ومن يسمع يقول لازم تعيده. وحميد قاسم علي ما هو بنسيان يقول صارت محبتكم عقيدة، ألا يا أبو علي اطرب بألحان وصداها الصوت لا صنعا وريده، فقلت ابشر ولكن هاجسي كان معه مشوار في أرض الحديدة، أتى فجأة وأنا بالليل سهران ومنعته من مشاوير البعيدة، وبسمح لك ولكن بعض الأحيان تسافر للضرورات الشديدة، فأنت لي كما هدهد سليمان إذا بتغيب تجيب أشياء مفيدة، فقال الصدق أنا سافرت بلدان ولكن سفرتي هذه فريدة، وفي وادي معي أصبحت والهان لما شاهدت من أشياء عديدة. حقيقة كنت أنا في عرس إخوان وأنا اللي قلت هذا اللي أريده، أريد الوصف في دقة وميزان ولا ينقص ولا كلمة تزيده، فقال لي عرسهم في حفل طنان يمن ما قد رأت عيني نضيدة، وجمع الناس في القاعات مليان وذا يشعر وذا يدي نشيده، وابو العرسان كنه صار سلطان وإن اليوم هذا يوم عيده، وابو العرسان كنه صار سلطان وكأن اليوم هذا يوم عيده، أنا في وصفهم أصبحت حيران أتوا في الحسن في صورة جديدة شبيهين القمر في نصف شعبان، وقد نالوا الخصال تلك الحميدة حماهم ربنا من كل شيطان، وجعل ربي سعادتهم مديدة. تحية من ربا صنعاء وعيبان لكم مني بها الفرحة السعيدة، ختام القول صلى عالي الشان على طه النبي حامي العقيدة. سلامتكم. يا غابة حسان ولا غابة حسان